الدكتور حسن الاسناوي مدير مستشفى بورسعيد الاميري. مساء الخير يا دكتور. دكتور حسن. ايوه مساء الخير يا دكتور. فنون. انا احمد شوبير مع حضرتك يا دكتور. كابتن احمد ازيك؟ ازي صحتك؟ ازيك يا فندم؟ يعني قول لي الموقف عند حضرتك بالظبط شكله ايه؟ الموقف حضرتك معظمه واضح ان هي حالات اختناق نتيجه التدافع وضرب الطوب طبعا. اصابات كدمات قويه ادت الى وفاه. ما فيش طبعا حاجات لا رصاص ولا كلام من ده خالص يعني. كام حاله وفاه عندك يا فندم؟ الوفيات حاليا في المستشفى عندي الجثث 13 غير الجثث اللي في المستشفى الحميات ومستشفى المبرة 11 و11 افتكر. 13 حاله وفاه 11 و11 في مستشفى بورسعيد الاميري. وفي الحميات دي 11 وفي المستشفى 11 وفي المبرة اللي هي تامين صحي 11. يعني 22 حاله وفاه غير اللي عندك. لا اكتر كل باللي عندي حوالي 22 13 يبقوا 35. من 35 حاله وفاه حتى الان. وفي 30 مصاب عندي في المستشفى حاليا. حالاتهم معقوله كلها حاجات كسور وكدمات لحد ما فيش مشكله. من ابناء القاهره ولا من ابناء بورسعيد للاسف؟ والله من ده على ده. وفي بعض الشرطه الاولاد بتوع الامن المركزي. في من الامن المركزي توفوا كمان. في حالات وفاه من الامن المركزي. هل الحالات اللي موجوده عند حضرتك حالات الوفاه مرشحه للتصاعد؟ لا ما عنديش حالات خطر دلوقتي تقريبا خالص يعني. طب يعني كم واحد من مشجعي النادي الاهلي توفوا وكم واحد من مشجعي مش قادر افرق والله لحد دلوقتي معلش. لكن حتى لسه هنبتدي نشوف بطاقاتهم. يعني من جمهور الاهلي في حالات وفاه، من جمهور المصري في حالات وفاه، من رجال الامن في طبعا من ناحيتين من ناحيتين، وفي من الامن حالات وفاه. بالظبط. اللي موجودين عندك انت 15 حاله وفاه. 13 حاله وفاه. عفوا 13 حاله وفاه. وفي كل مستشفى من المستشفيات تم ابلاغك ب 11 حاله هنا و11 حاله هنا. بالظبط. بالاضافه ل3 حالات تاكدنا منهم في الملعب يا فندم. في الملعب موجودين حاليا بقى 3 حالات وفاه. بالظبط. دكتور ما اعرفش يعني خلص الملعب. انا مش قادر اشوف هل الملعب خلاص اتفضى ولا لسه. اتفضى بس بعد ما باظت يا دكتور للاسف الشديد يعني. بعد ما باظت. دكتور حسن هنعود الاتصال بيك من جديد. شرف كابتن. اشكرك يا فندم. اذا اعزائي المشاهدين 13 حاله وفاه في مستشفى بورسعيد، و11 حاله وفاه في مستشفى الحميات، و11 حاله وفاه في مستشفى اخر في مباراه لكره قدم، و3 حالات وفاه موجوده في الملعب في مباراه كره القدم ما بين مصريين ومصريين، ما بين جمهور الاهلي وجمهور المصري، ما بين رجال الامن المصريين داخل الملعب. حالات وفاه من اجل مباراه كره قدم. هل هو ده النتاج؟ هل ده اللي كنا مستنيينه؟ هل ده اللي كنا عايزينه؟ حالات وفاه في كره قدم في عز كرة القدم في مصر من ساعة ما بدأت البطولة سنة 48 ما حصلش حاجة كده في مصر. ليه؟ ايه المبرر؟ ليه؟ الأهلي يفوز، المصري يفوز، أي حد يفوز. ليه حالات الوفاة؟ ليه الناس تموت في مصر؟ عشان ماتش كورة؟ عشان مجانين؟ ليه؟ نشتغل ازاي؟ مباراة كرة قدم تم الغاء مباراة الزمالك والاسماعيلي وقلت لكم ده هيحصل. كرة قدم ايه؟ ورياضة ايه؟ ليه؟ دم المصري بقى رخيص كده ليه؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ايه اللي عملناه عشان كل ده؟ كم واحد ماتوا؟ عمرها ما حصلت مباراة كرة قدم في مصر الا في مباراة لما وقع المدرج، مباراة دوكيا، مباراة ودية. ليه؟ وبجيب لكم من الدكتور نفسه وزارة الصحة قالت حالة والمواقع اخذت عنه 15 بقى كذا و30 حالة ما بين الأمن وجمهور الأهلي وجمهور المصري. ايه كرة القدم دي؟ ايه الأمن الهش ده؟ ايه الضعف اللي احنا فيه ده؟ ليه نوصل لكده؟ ليه؟ ليه؟ حرام عليكم بلدكم. فرحتوا؟ اديكم بوظتوا الماتش وبوظتوا الانتصار. مش كنتوا منتصرين النهارده على الاهلي؟ ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ وتقولوا فلول ونيله ثوره ضد وهباب، ليه؟ ايه الاماره؟ ليه ده كله؟ كل واحد لسانه طول كده عشان يتكلم. كل واحد يطلع لسانه طول كده. يعني انا لو ابني كان موجود في بورسعيد ورجع لي جثه، ليه؟ ليه بلدكم هانت عليكم بالشكل ده؟ ليه؟ كورة ايه ونيلة ايه وقرف ايه؟ دي كارثة. دي كارثة. ايه ده؟
سكتنا على المصيبه بتاعت المحله وقلنا القله المتنيله المندسه، سكتنا ويطلع رئيس نادي يقول لك هم ضربوا الحكم بصدره بالطوبه ازاي؟ نقول له المصيبه جايه، ادي سيد عبد الحفيظ بياخد علقه موت، وشريف اكرامي بياخد علقه موت، وجوزيه محاصر ما بين ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ايه اللي ايه ده؟ ده ملعب كرة؟ حرام عليكم. هي دي بلد؟ ده فوضى. ايه ده؟ برادلي يقعد ازاي في مصر؟ وجوزيه يقعد ازاي في مصر؟ وماكيدا يقعد ازاي في مصر؟ والسياحة هتيجي ازاي مصر؟ ليه؟ بأمارة ايه؟ مين اللي عمل ده؟ ومين اللي بيعمل ده؟ انا ما كنتش مصدق اللعيبه. حرام عليكم. ليه؟ تهون البلد كده ليه؟ عشان ماتش كوره يتحرق ماتش الكوره. يا سلام يا سلام. دوري ايه وكاس ايه وبطوله ايه ونيله ايه وبلا ازرق ايه؟ ايه ده؟ ايه يا وحش انت وهو؟ ايه يا بطل انت وهو؟ وتقول لي وهتيجي بقى ناحيه بورسعيد وهتيجي ناحيه المحله وهتيجي ناحيه الاسماعيلي وهتيجي ناحيه الالتراس. التراس ايه ونيله ايه وهباب ازرق ايه؟ وبيان من هنا وبيان من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وعمالين نطبطب وعمالين ندلع. زمان ما كانش واحد يقدر يقرب من المدرجات عشان الامن كان ليه هيبه. مش كده؟ دلوقتي اوريكم الصوره بين الشوطين يا استاذ سيف. الامن كان بيتضرب ولا ما كانش بيتضرب يا استاذ سيف؟ هو دليل ان الراجل فيه شرطه. ايه ده؟ ايه ده؟ بلد ملهاش كبير. ايه يا فيصل؟ ايه يا فيصل؟